مساكم خير وعافية. أنا حاليا بوكيت وراح أخذكم جولة ليلية من شوارع المدينة القديمة الأولد تاون بوكيت. خليكم بالفيديو، خلينا نشوف جمال هاي المدينة القديمة البسيطة الحلوة. أكثر شيء تشتهر بيها الأولد تاون اللي هي جمال المباني مالتها البسيطة. شوفوا الألوان على شكل مكعبات بسيطة، والمنطقة كلش نظيفة. ثم تشوفون الشوارع مزدحمة، وعلى طول الشارع محلات يبيعون هدايا وحفيات، بنفس الوقت مطاعم وكافيهات. بسوق ماركت كلش كبير هسه اخذكم عليه. طبعا اذا دليت انت تمشي بدون لا جوجل مابس ولا GPS ولا شيء، بس اخذت تاكسي وجيت على هالمدينة اخذ جولة بيها واتعشى وارجع الفندق. الجو كلش حلو والناس كلها بلشت تطلع بالليل. واحد يبيع بالقص. شوف الشوارع مزدحمة كلش. هنا الاسعار شوية تكون غالية، تختلف عن باتونج بيتش وتختلف عن هاي اماكن بوكيت. فاذا تبي تتسوق لو شيء نصيحة تشتري منه. كل اسعار يعني ضعف، يعني تخيلوا حتى ابسط في المساج بكل مكان الساعة 250 بات، هنا نص ساعة ب 250 بات. فتقدر تسوي شخصين على نص ساعة بغير مكان افضل من تسوي هنا، او تسوي ساعة فرق لك نص ساعة. يعني حتى الماغنيت، السوفينير، هذين الاشياءات، الهدايا، تصريف العملة كلها غالية. بس هو المكان كلش نظيف مريح عائلي، يعني مباني صغيرة وشوارع ضيقة كلش حلوة. شوف الجمال هذا الكافيه، تقعد هيك قاعدة حلوة والمنظر قدامك. شوف الرسومات، هنا ماكو حمامات وتواليتات. ندخل هنا ونشوف. محلات ملابس بس صناعة تايلاندية، كل شغلات تايلاندية كما تشوفون. بوكيت هاند ميد، صناعة يدوية 100% بوكيت. شوفوا جمال هذا المبنى، مطعم هذا صيني بس معزل هسه. هنا يسوي شوفون شوفوا جمال الشوارع والمحلات. مثل ما تشوفون هاي الشوارع اليوم يعني شوية هدوء. تجي هنا تشرب لك قهوة، تمشي تاخذ لك كم صورة. هم حاطين كم مكان يعني تقدر تاخذ بيه صور حلوة. بس اما اذا تشتري شغلة فنصيحة لا تشتري من اي شيء من هنايا، كل شيء غالي. حتى الاكل والشرب هنايا اغلبه هواي من كل بوكيت. سمعت هواية من العالم يقولون انه الشهر الثالث لا تجي، ونهاية موسم السياحة. تايلاند سياحتها تبدي من شهر 11 نهاية الشهر الثالث. وبالاخص هاي الاولد تاون دائما تكون يعني هادئة، فتشوف كلش هدوء ومحلات عزة من وقت، عكس باتونج وعكس اماكن هواية بوكيت. فانا جيت اخذت جولة، شربت لي قهوة، شفت الاسعار هنايا. بصراحة يعني تيجي تاخذ لك كم صورة بس، يعني ماكو شيء مميز انه تبقى بيه. فاذا جاي على بوكيت
لا تخلي اولوياتك ان تزور المدينه القديمه. بعطيكم نصيحه، هذا المكان كلش هادي، فاذا جاي هنا يفضل تجي الاحد، اكو سوق ليلي هنا كلش حلو على طول المدينه. اما خلال الاسبوع ما راح تحصل فد شيء يعني تستفاد من عنده. مكان هادي ومحلات تسوق، بس المشكله كلش غالي.